السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ يا رب يا جماعة تكونوا بخير انتوا وكل اللي بتحبوهم. اهلا وسهلا بحضراتكم في اول محاضرة من محاضرات منهج الساينس لبريب 1. المفروض يعني الطبيعي ان انا ابدا الحصة النهارده باني اعرفك بنفسي واعرفك بالمنهج واعرفك بالكلام ده، ونفضل بقى نقول في مقدمات طويلة عن قد ايه ان شاء الله بعد كده انت هتبقى افضل في الساينس لو تابعتني وعملت لايك وسبسكرايب وفعلت زر الجرس والكلام بتاع اليوتيوبرز ده. لكن انا مش هقول كده. انا النهارده جاي اشرح لك الحصة الاول. انا حابب ان احنا نتعرف على بعض بعد ما انت تشوف الحصه نفسها. بعد ما تشوف الحصه تبدا معايا وتفهم الحصه جايه وتحس ان الدنيا ان شاء الله كويسه. نبدا بقى نتعرف على بعض ونتفق ان شاء الله على خريطه الطريق بتاعه الفتره اللي جايه. فانا حابب ان احنا نبدا الحصه وبعد كده نتعرف في اخر الحصه. ايه رايك؟ قشطه. ماشي. قبل اي كلام، انا يعني هبدا النهارده حصه ساينس اهو. انت مش اول مره تاخد ساينس، انت اخدت ساينس في برايم قبل كده، في جريد 4 و5 و6، صح؟ انا اول حاجه بعملها مع اي طالب معايا بيبدا معايا في بريب 1 ان انا بنسى تماما او بتناسى، يعني بعمل نفسي ناسي ان هو خد اي حاجه تخص الساينس قبل كده. انا يا صاحبي معتبر انك ما تعرفش حاجه خالص. فخلينا معلش نبدا من تحت قوي 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 قوي، عشان ان شاء الله يعني نطلع سلمه سلمه مع بعض علشان نحس ان الساينس سهل. انا عارف ان الساينس ممكن تكون بالنسبه لبعض الناس مش محببه قوي، مش اقرب حاجه لقلبهم، وبالنسبه لناس تانية هي الاقرب لقلبهم. انا عارف. انا عايز بقى الاتنين يحبوها، اللي بيحبوها يحبوها اكتر، واللي ما بيحبوهاش يبداوا يدوها فرصه عشان يمكن تتحب. والله العظيم هي جميله خالص تتحب. خلينا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بأول حاجة هنعرفها مع بعض في منهج الساينس، وهو structure of atom، التركيب بتاع الأتوم أو الذرة. تعال نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بأول سطر في منهجنا. إحساس جميل كده واحنا بنبدأ أول سطر مع بعض، وهنفتكر الإحساس ده واحنا بنخلص آخر سطر مع بعض. هيبقى إحساس جميل إن شاء الله. يا رب نوصل له اللي يعيش يعني. أول حاجة هو بادئ بيها المنهج معاك إنه يعرفك يعني إيه ماتر. إيه هي الماتر؟ لو جيت تبص حواليك في الأوضة اللي أنت دلوقتي قاعد فيها وبتتفرج عليا منها، هتلاقي في حاجات كتير حواليك non-living things، يعني حاجات غير حية. زي مثلا هتلاقي ريموت زي ده كده تظبط بيه التكييف، هتلاقي مثلا ازازه فيها ميه، هتلاقي قلم زي ده كده، هتلاقي هدوم زي اللي انا لابسها. في نون ليفينج ثينجز كتير حواليك. اي حاجه من دول انا اقدر اعتبرها ماتر لو توفر فيها شرطين. يبقى اي حاجه حواليك هي ماتر لو توفر فيها شرطين. اول شرط انها لازم 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 يكون ليها ماس، يكون ليها كتله. ماس. الريموت ده ماتر، لان انا لو حطيته على ميزان دلوقتي هيظهر لي رقم مهما كان قليل، بس هيظهر رقم، صح؟ الرقم ده يا استاذ اسمه الماس بتاع الريموت، صح؟ يبقى الريموت ماتر ان عنده ماس، بس لا، كمان لازم يكون عنده فوليوم. فوليوم يعني بالعربي حجم. يعني ايه برضه؟ يعني يعمل occupying للسبيس. يعني الريموت ده occupies space، يعني بيشغل حتة من الفراغ اللي حواليه. برضه يعني ايه؟ يعني الريموت ده انا لو حطيته دلوقتي في جنب من الأوضة فهو شاغل حتة من السبيس اللي في الأوضة، واخد حتة، الحتة دي بتاعته هو دلوقتي محتلها. محتلها. العرق بقى الايه المنصوراوي بتاعي، انا من المنصوره، شوف بنتعرف على بعض جوه الحصه ازاي. فالعرق بقى الايه الحلو يعني، الفلاحين. احنا هنتكلم مع بعض، احنا نعرف بعض، ما نعرفش بعض، صح؟ ما نهزرش مع بعض. يلا. الريموت ده ماله؟ عنده حاجتين، عنده ماس وعنده فوليوم. عنده ماس يعني تحطه على الميزان يطلع رقم. يعني ايه فوليوم؟ فوليوم يعني ايه؟ يعني بيوكيباينج سبيس، يعني بيشغل حته من الفراغ. صح يا استاذ؟ كلام محترم جدا. بادئ معاك يقول لك every non-living thing، أي حاجة غير حية around us،
موجودة حوالينا. anywhere on earth موجودة في أي حتة على كوكب الأرض، في أوضتك أو بره أوضتك، يعني ما تضيقش. is matter تعتبر matter مادة. إيه هي الماتر؟ anything that has mass and volume. عندها حاجتين، mass and volume and occupies space، يعني بتشغل حتة من الفراغ. معنى كلمة volume هي دي أصلا هو بيعيدها لك تاني. كلام جميل. نوت، مديك نوت صغير كده للناس يعني اللي ايه، اللي تفكيرهم على قدهم شويه. في ناس وبقول لك كده، ترجمت الكلام ده، شويه ناس مخها تعبان فاكرين ان الاير ما هواش ماتر، is not matter. ليه ما هواش ماتر؟ ليه؟ قال لك لانه invisible. تيجي تبص كده على الهواء اللي حواليك، انا مش شايفه. ما دام انا هو invisible بالنسبه لي، يبقى هو كده مش ماتر. لا، لان احنا اتفقنا ان احنا بنحكم على الحاجه هي ماتر ولا ما هياش ماتر على اساس هي عندها ماس وفوليوم ولا لا. طب هو الهواء يا مستر عنده ماس وفوليوم؟ اه يا صاحبي، لو احنا جبنا الهواء ده طلعناه من بقنا، مش هنطلع من بقنا هواء صح؟ ده هواء. لو جبنا بالونه ونفخناها، هنلاقي ان الهواء عمل ايه؟ occupies space in balloon، يعني هو شغل فراغ موجود جوه البالونه، خد حته من الفراغ صح؟ يبقى الهواء عنده فوليوم. ماشي. طب هل عنده ماس؟ اه. هات بالونه فاضيه خالص وحطها على الميزان، ميزان اهو، حط كده البالونه فاضيه عليه، هتلاقي مثلا 1 جرام. ماشي. شيل البالونه، انفخها وحطها وهي منفوخه على الميزان، هتلاقي ان عدد الجرامز بتاعتها زادت صح؟ يعني هتلاقي ان وزنها زاد، الماس بتاعتها زادت صح؟ ده معناه ان الهواء له ماس. يبقى الهواء، الجازز عموما، اي جاز في الدنيا بيكون له ماس وله فوليوم، وده معناه ان هو ماتر. نستنتج من ده ايه؟ نستنتج من ده ان عموما الماترز الموجوده حواليا ليها 3 common physical state. يعني ايه؟ يعني ليها 3 حالات موجوده حوالينا، يعني common يعني شائعه موجوده حوالينا. solid states زي الريموت، liquid state زي الووتر، gaseous state زي الاير. يبقى يا استاذ نوت، خلي بالك، some may think gases are not matter. شوية ناس مخها تعبان فاكرة ان الجاز ما هواش matter because they are invisible، لانه مش متشاف. In fact في الحقيقة matter exists in 3 different states. يعني الجاز الماتر بتكون موجودة في 3 حالات which are solid state, liquid state and gaseous state. يعني حالات المادة 3، حالات الماتر 3، solid, liquid and gas. خلصنا أول سلايد مع بعض في المنهج. الحمد لله، ياه خلصنا سلايد بحاله، اللي هو يعني شاشة زي دي كده. خلصنا سلايد. عارف قدامنا كام سلايد ونخلص المنهج؟ تقريبا 1000. النهارده الحمد لله دلوقتي حالا انت خلصت 1 من 1000 من المنهج. الله. تضحك ليه؟ نعرف بعض؟ نعرف بعض عشان نهزر مع بعض؟ يعني ايه ماتر؟ ماتر anything has has mass and volume and occupies space. عندها mass وعندها volume and occupies space، تشغل حيز من الفراغ. الفيزيكال ستيتس بتاعت الماده كام حاجه؟ 3. حاجه اسمها solid، حاجه اسمها liquid، حاجه اسمها gas. صح؟ solid زي ايه؟ زي الوود، زي الايرون. liquid زي ايه؟ زي الووتر، زي الاويلز. صح؟ جاز زي ايه؟ زي مثلا الاير. صح كده؟ بعد كده هو جاي يعرفك يعني ايه building unit. ليه؟ عشان يفهمك بعد كده ان building unit of any matter is atom.
هو عايز يوصل لك فكره ان اللي بيبني اي ماده من دول، الحاجه اللي بتبني الماده دي هي حاجه اسمها اتوم. يعني ايه بقى اللي بيبني حاجه؟ ايه يعني؟ مش فاهم حاجه يعني ايه. تعال اشرحها بالعربي، سيبك الكلام ده مش عايزك تحفظه خالص. خلاص بالعربي كده، بالاحمدي كده. احنا باشا رحنا في مكان، رفعنا عماره. ايه رفعنا عماره؟ بنينا عماره. ركز معايا. بنينا مبنى كده، المبنى ده عباره عن مثلا 3 فلورز، 3 طوابق، بلاش فلورز، 3 طوابق، 3 ادوار. كل دور منهم عملناه على شقتين. حلوه جميله، شقه بحري وشقه قبلي. يبقى احنا بنينا ايه؟ بنينا مبنى. كام دور؟ 3 ادوار. كل دور فيه كام شقه؟ شقتين. الشقه الواحده تتكون من كذا اوضه. يا مصر اخلص، عايز تقول ايه يعني؟ الاوضه بقى زي اللي انا وانت قاعدين فيها ده، ايه اوضه ده؟ ايه تتكون من ايه؟ تتكون من وول، التاني التالت الرابع اوبا. يبقى في دلوقتي وولز، كل وول منهم، كل وول واحده بس منهم تتكون من مجموعه من البريكس. ايه البريكس دي بقى؟ طوب يا اسطى، يعني قالب طوب. عارف قالب الطوب الاحمر ده؟ صح، هو اللي بيكون الوول دي. وول 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 يعملوا روم، وروم 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 يعملوا شقه فلات، وفلات وفلات عملوا مع بعض فلور، وفلور 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 عملوا مع بعض المبنى كله. حاجه عبيطه جدا صح؟ انا عارف انك يعني حاسس ان انا بقول كلام عبيط. عرفنا في الاخر ان البريك ده اللي هو قالب الطوب هو the building unit of this house، للبيت الكبير ده. كلام جميل جدا. حلو كده. هو بقى بيشرحه لك، طبعا مش عايزين نحفظه ولا حاجه، ده مثال بس يعني. Just as a house is formed of several floors, each floor consists of several apartments, each apartment consists of walls, and each wall is formed of bricks. So each brick، البريك الواحد بقى قالب الطوب ده اهو، considers a building unit of the house. يبقى احنا كده عرفنا ان البريك قالب الطوب هو الوحده اللي اتبنى بيها هذا البيت. البيت ده اتبنى عباره عن طوبه فوق طوبه فوق طوبه فوق طوبه فوق طوبه جنب طوبه جنب طوبه جنب طوبه، فالطوبه الواحده هي building unit of the house. صح؟ بنفس المنطق ده هو. اي ماتر في الدنيا، اي ماتر في الدنيا، ايه بقى الحاجه اللي اتحطت جنب حاجه جنب حاجه جنب حاجه فوق حاجه فوق حاجه فوق حاجه عشان في الاخر تبني لي هذا الريموت؟ حاجه اسمها اتوم. بيقول لي اهو similarly the atom is the building and structure unit of the matter. يعني الاتوم هو الوحده، البيلدينج اند ستراكشر، البنائيه والتركيبيه للماتر، الوحده اللي بنت وركبت الماتر. يعني لو افترضنا مثلا ان القلم ده عباره عن ايرون، حديد مثلا يعني، فهو عباره عن ايه القلم ده؟ عباره عن billions of atoms. الاتوم الواحده منها اتوم من الايرون، من الحديد. خلاص؟ يبقى القلم ده عباره عن billions of atoms، فالاتوم الواحده احنا بنعتبرها building unit of this pen. خلاص؟ of any matter. حلو كده يا استاذ؟ حلو يا استاذ؟ عرفنا يعني ايه building unit؟ يعني هي الحاجه اللي بتكون البيت بيتكون من bricks. القلم بيتكون من atoms، فالاتوم هي the building and structure unit of any matter. حلو كده؟ ادك مثال مثلا على حد كده اسمه سفنكس ستاتيو، ابو الهول، راجل الامور ده. ابو الهول او البيراميدز نفسها، الاهرامات نفسها كلها مبنيه من حجر لونه ابيض كده، ابيض مصفر كده. ممكن تروح تشوفه ان شاء الله لما تروح تشوفه المره الجايه، هتلاحظ ان ابو الهول وكمان البيراميدز، الاهرامات كلها مبنيه بحجر لونه ابيض مصفر كده اسمه لايمستون. لايمستون يعني الحجر الجيري. يبقى سفنكس ستاتيو formed of limestone، حجاره اسمها لايمستون. لايمستون ده الحجر ده بيتكون من كالسيوم كربونات. ايه يا مستر كتبتها كده ليه؟ يا ساتر يا رب، شكلها عامل كده ليه؟ CaCO3.
3. كتبتها كده ليه؟ هنعرف ان شاء الله قدام واحده واحده، بس انا يعني ايه رميتها لك في النص كده. limestone is composed of calcium carbonate substance، بيتكون من ماده اسمها كالسيوم كربونات. الكالسيوم كربونات دي بقى عباره عن موليكيول كالسيوم كربونات، كالسيوم متحده بكربون وثلاثه اكسجين، كالسيوميه واحده متحده بكربونايه واحده وثلاثه اكسجين. يعني هي الموليكيول ده بيتكون من ايه في الاخر؟ بيتكون من اتومز، 3 atom of oxygen، 1 atom of carbon، 1 atom of calcium مع بعض كده عملوا موليكيول اسمه كالسيوم كربونات. الكالسيوم كربونات هي اللي بتكون حجر اسمه لايمستون، اللايمستون هو اللي بيكون حاجه اسمها سفنكس ستاتيو. فهمت حاجه؟ فهمت حاجه؟ ماشي. يبقى Sphinx statue is formed of limestone is formed او composed of calcium carbonate substance. اللي بيتكون بقى الكالسيوم كربونات substance ده من ايه؟ من موليكيولز من الكالسيوم كربونات، والكالسيوم كربونات دي بتتكون من اتومز. حتى هو لما جه يرسمها بص رسم لك 3 كوره وكوره لونهم احمر، لان دول الاكسجين 3، وواحده لونهم مختلف عن بعض، واحده كالسيوم وواحده كربون. حلو كده؟ ففي الاخر احنا اكتشفنا مع بعض او اتعلمنا مع بعض ان اي ماتر في الدنيا، بص اي ماتر يا مستر بتتكون من ايه؟ بتتكون من موليكيولز، وكل موليكيول بيتكون من ايه يا استاذ؟ من اتومز. يبقى سفنكس ستاتيو بيتكون من لايمستون بيتكون من موليكيولز من الكالسيوم كربونات، والكالسيوم كربونات بتتكون من حاجه اسمها اتومز اللي هي اكسجين كربون كالسيوم وهكذا. The building unit of Sphinx statue is atom. اي ماده في الدنيا بتتكون من ايه؟ بتتكون من اتوم في الاخر. الاتوم بقى لما جه يعرفها لك قال لك هي البيلدينج اند ستراكشر يونت اوف اني ماتر. هي البيلدينج اند ستراكشر يونت، الوحده اللي بتبني وبتركب اي ماده في الدنيا. البيلدينج يونت بتاعت القلم ده، والبيلدينج يونت بتاعت السفنكس ستاتيو، والبيلدينج يونت بتاعت الووتر، والبيلدينج يونت بتاعت الاير. ماتر في الدنيا، اي ماتر في الدنيا لازم تكون بتتكون في الاخر من اتومز يا صديقي. خلاص كده؟ يبقى احنا فهمنا من السلايد اللي فات والسلايد دي. عايزين نفهم ايه؟ عايزين نفهم يعني ايه بيلدينج يونت. بيلدينج يونت يعني الحاجه الكبيره ده اهي بتتكون في الاخر من حاجات صغيره خالص. الحاجات الصغيره ده اسمها ايه بقى؟ طلع اسمها ايه؟ طلع اسمها اتوم. الاتوم هي البيلدينج اند ستراكشر يونت اوف اني ماتر. building and structure unit of any matter. في مشكلة؟ في مشكلة؟ مصحصح معايا؟ شايفني أصلا؟ ماشي كمل ولا زهقت؟ زهقت ايه يا اسطى؟ زهقت؟ احنا لسه عملنا حاجة؟ لسه بنسمي الله. احنا عرفنا ايه لحد دلوقتي؟ ده انتوا شكلكم لا شكلكم دفعة زي الفل يعني. هو احنا عرفنا ايه؟ عرفنا ان اي نون ليفينج ثينج اراوند اس موجوده في اي حته في الارث اسمها ايه يا استاذ؟ اسمها ماتر يا استاذ. وان الماتر هي اني ثينج هاز هاز ماس اند فوليوم اند اوكيوبايز سبيس. وعرفنا ان ليها 3 فيزيكال ستيت او كومن فيزيكال ستيت. هما مين؟ هما السوليد والليكويد والجاز. وعرفنا يعني ايه بيلدينج يونت. عرفنا ان المبنى بيتكون من كذا فلور، وكل فلور بيتكون من كذا شقه، وكل شقه بتتكون من في الاخر بيتكون المبنى كله بيتكون من حاجه اسمها بريكس يعني قالب طوب، صح؟ فالبريكس ده هو البيلدينج يونت اوف ذا هاوس. نفس الكلام بينطبق على مين؟ على الاتوم. الاتوم اللي هي البيلدينج اند ستراكشر يونت اوف اني ماتر، وهو ده اللي هو كلمنا فيه على سفنكس ستاتيو. سفنكس ستاتيو الاثر او الشيء كده اللي اسمه سفنكس ده بيتكون من اللايمستون، واللايمستون بيتكون من كالسيوم كربونات، وكالسيوم كربونات سبستانس بيتكون من كالسيوم كربونات موليكيولز، والموليكيول الواحد من الكالسيوم كربونات بيتكون من سي و O3 يعني بيتكون من CA وسي وثلاث و3 اتوم اوف اكسجين يعني بيتكون من اتومز. تعالوا بقى مع كوبايه الشاي الجميله دي، يعني مش عارف جميله ولا لا لسه بصراحه، حلوه. تعالوا مع بعض كده نشوف ايه هي الاتوم بقى اللي انت عمال تتكلم عنها دي، عمال تقولي الاتوم هي البيلدينج يونت اوف اني ماتر. طيب ايه هي بقى الاتوم دي؟ عباره عن ايه؟ الاتوم دي نفسها هي لغز كبير قوي، قعدنا سنين طويله قوي على ما
قدرنا نعمل ديسكفري للحاجات اللي جواها، او ايه هي يعني الكومبوننتس بتاعتها. فبيحكي لك ايه هي الاتمتس تو ديسكفر ذا اتوميك ستراكشر، ايه هي جهود الناس او جهود البشر يعني عبر الزمن الطويل علشان يقدروا يعرفوا الستراكشر اوف اتوم. فبدأنا مع الانشنت تايمز، في العصور القديمة. في العصور القديمة كان في ناس اسمهم فيلوسيفرز. فيلوسيفرز يعني الفلاسفة. وكلمة فيلسوف في الانشنت تايمز غير الفيلسوف النهارده. فيلسوف النهارده هو الراجل اللي قاعد بينظر علينا ويقول لنا ايه الصح وايه الغلط، ايه طريقة التفكير الصح، ايه طريقة التفكير الغلط. ده الفيلسوف النهارده. الفلسفة النهارده اتطورت كتير. لكن الفيلسوف زمان بالذات في اوروبا يعني كانت او كان الفيلسوف هو شخص يقدر يقول اي حاجه عن اي حاجه والناس سبحان الله بتصدقه. يعني مثلا واحد زي ارسطو. ارسطو كتب في كل حاجه تقريبا، كتب في الكيمستري وكتب في الفيزيكس، وكتب طبعا في الفلسفي نفسها، وكتب في حاجات كتير، كتب في اي حاجه تخص الساينس. يعني كان الفيلسوفر بيكتب في اي حاجه تخص الساينس. ففي الانشنت تايمز قال لك الجريك فيلوسوفرز الفلاسفه اليونان اعتقدوا ان اي ماده في الدنيا زي الشاي مثلا جميل اللي انا هاخد منه بق تاني ده دلوقتي، ان الشاي والكوبايه والقلم اللي انا ماسكه دلوقتي اي ماتر بتتكون باختلاف طبعا الفيزيكال ستيت بتاعتها، بتتكون من indivisible particles، بتتكون من اجزاء ما ينفعش تتجزأ. يعني ايه؟ يعني القلم ده مثلا لو اعتبرنا ان هو قلم من الحديد من الايرون، فهو بيتكون لو فضلنا نكسره حتت صغيره حتت صغيره حتت صغيره خالص هنوصل لاجزاء ما ينفعش انها تتكسر. خلاص هي دي اصغر اجزاء بتكون القلم. لو جبنا شاكوش وقعدنا نكسر القلم هنلاقي ان القلم في الاخر بيتكون من بارتكلز صغيره indivisible، يعني ما ينفعش انها تتجزأ اكتر من كده. حلو. The Greek philosopher believed that the matter was formed of small indivisible، ما ينفعش انها تتكسر اكتر من كده، ما ينفعش يعمل لها division اكتر من كده. indivisible parts called atoms. يعني الفلاسفة الجريك اللي هم اليونان اعتقدوا ان الماتر اتكونت من small indivisible parts، بتتكون من أجزاء صغيرة وغير قابلة للتجزئة called atoms. إيه هي بقى الأتومز دي يا ريس؟ إيه يا عم الجريك فيلوسوفر؟ قول لي بقى إيه الأتوم دي؟ معرفش. نعرفش عبارة عن إيه. لحد ما جه راجل طيب قوي اسمه دالتون. دالتون هو أول واحد حط scientific theory عن الأتوم. scientific theory يعني نظرية علمية، بعيد بقى عن كلام الفلاسفة، نظرية علمية بتتكلم عن ايه هو الاستراكشر بتاع الاتوم. للاسف المنهج بتاعنا ما شرح لناش ايه هي الساينتفك ثيوري بتاعت دالتون، لكن كتر خيره يا عم، خلاص احنا عرفنا ان هو حط اول واحد حط ساينتفك ثيوري خلاص. قال لي في بداية القرن 19 واحد ساينتست اسمه دالتون proposed the first scientific atomic theory، اول واحد حط atomic theory، نظرية عن الاتوم، stating that atoms are indivisible، يعني قال نفس الكلام اللي الجريك قالوه بس قالوا بطريقة علمية. بعدها بقى جه واحد عبقري اسمه ايه؟ اسمه راذرفورد. راذرفورد هو أول واحد بقى حط atomic theory، حط نظرية عن الأتوم بس حاططها بساينتفك واي او experimental way، يعني حاططها بطريقه علميه experimental، تجريبيه. يعني اول واحد عمل تجربه ما، وللاسف ما شرحلكش ايه هي التجربه، بس احنا ممكن مثلا في حصه الحل ولا حاجه واحنا بندردش كده بينا وبين بعض عشان بس الحصه ما تبقاش اطول من اللازم، ممكن في مره كده احنا رايقين وقاعدين ومفخدين ومزاجنا حلو اقعد بقى احكي لك ايه هي الاكسبيرمنت اللي عملها راذرفورد علشان يعرف ايه هو اللي جوه الاتوم، ويعرف ان الاتوم بقى بتتكون من حاجه اسمها الكترونز، حاجه اسمها نيوكليوس، الكلام اللي احنا هنتكلم عنه كمان شويه. فالراجل اللي اسمه راذرفورد، لا اله الا الله كنا نوع،
Rutherford قال لك the scientist Rutherford proposed the first model of the atom based on experimental basis. يعني أول واحد حط كلام عن الذرة بس experimental basis، يعني بقواعد تجريبية، يعني كان في experiment، كان في تجربة أدت للي هو قاله. كلام رذرفورد ده بقى هو الكلام اللي احنا نعرفه النهاردة عن الأتوم. الأتوم اللي احنا عارفين النهاردة إنها بتتكون من حاجتين أساسيتين، حاجة في السنتر هنا كده، حاجة هنا كده اللي لونها أزرق وأحمر دي اسمها نيوكليوس، وهنقعد نتكلم عنها كمان شوية أو نتكلم عنها دلوقتي. وحاجات بتلف حوالين النيوكليوس، الحاجة اللي بره دي اللي احنا بنسميها إلكترونز. حلو، يبقى احنا عرفنا ان راذرفورد، عرفنا الاول ان في الانشنت تايمز الجريك فيلوسوفرز قالوا عن طريق التخمين كده ان اي ماده في الدنيا المفروض لو فضلنا نكسر فيها هنوصل في الاخر لبارتكلز انديفايزبل. بعد كده دالتون جه عن طريق اتوميك ثيوري، مالها بقى ساينتفك يعني علميه، قال برضو نفس الكلام بتاعهم لحد ما جه واحد اسمه راذرفورد حط نظريه قايمه على اكسبيرمنتال بيزز، يعني قواعد تجريبيه، قال من خلالها ايه هو الاستراكشر بتاع الاتوم. ايه هو بقى الاستراكشر بتاع الاتوم؟ استراكشر الاتوم يا صديقي عباره عن نيوكليوس والكترونز. نيوكليوس موجوده في السنتر، والكترونز المفروض هنعرف دلوقتي ما هي، هنعرف دلوقتي هي ايه. حلو. الاتوم لما جه يكلمك عن الاستراكشر بتاعها قال لك despite، برغم ان الاتوم دي very 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 small، الاتوم صغيره جدا 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 جدا، tiny يعني حاجه يعني صغيره قوي، رغم انها صغيره جدا الاتوم دي الا انها very complex in its structure، يعني رغم انها صغيره جدا 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 في الحجم الا انها معقده جدا في التركيب بتاعها. قال لك despite its tiny size، يعني برغم التايني سايز الحجم الصغير قوي بتاعها، the structure of atom is complex. يبقى برغم ان حجمها صغير الا انها مالها يا استاذ؟ الا انها complex. والنبي تسلم ايدي، تسلم ايدي يا ولاد، والله بعمل شاي حلو قوي. ممكن اعلمكم افيد من الكلام ده، اعلمكم طريقه عمل الشاي. هنهزر مع بعض ليه؟ نعرف بعض، نعرف بعض، انا وانت نعرف بعض، ما نعرفش بعض صح؟ ما نهزرش مع بعض. انا اشرب الشاي عادي وانت ما تتكلمش معايا. لا جميل جميل. المهم where it consists of يعني بتتكون من central nucleus، حاجه في المركز اسمها nucleus which is surrounded by electrons، واللي بتكون محاطه يا استاذ بحاجه اسمها electrons اللي لونها اخضر دي. يبقى احنا دلوقتي هنتكلم عن النيوكليوس لوحدها، نتكلم عن الالكترونز لوحدهم، وبعد كده بقى نخش في التأهيل. جميل. اول حاجه كلمني عن النيوكليوس يا صديقي. النيوكليوس اللي موجوده في السنتر دي، اول معلومه عايزك تعرفها عنها ان النيوكليوس دي حجمها مش كبير. يعني في الصوره هنا يبان ان اللي لونها اصفر دي كلها كده، كل الرسمه دي على بعضها هي الاتوم صح، واللي في النص دي هي النيوكليوس صح. لكن في الحقيقه النيوكليوس حجمها مش بغل كده، النيوكليوس دي حجمها صغير خالص. بيقول لك لو افترضنا ان الاتوم دي كلها عباره عن ملعب كوره او ملعب بيسبول، بالمثال اللي وده لنا، ملعب بيسبول، ملعب كوره يا عم، استاد القاهره، لو تخيلنا ان الاتوم دي هي استاد القاهره. فيقول لك ايه بقى؟ فيقول لك النيوكليوس اللي المفروض موجوده في السنتر بتاعها هي راس دبوس انا حاطه في نص الملعب. يا نهار اسود، ثانيه واحده، عارف الدبوس بتاع الشعر بتاع الطرحه بتاعت ماما؟ الدبوس بتاع الشعر في بقى ايه؟ راس كده صغننه له. تخيل بقى الراس الصغيره دي موجوده في نص استاد القاهره. ايه ده؟ دي حاجه صغيره قوي ما تتشافش خالص. ايوه هي دي النسبه تقريبا اللي ما بين حجم النيوكليوس بالنسبه لحجم الاتوم. يا نهار ابيض. فواضح ان النيوكليوس صغيره قوي. ماشي، النيوكليوس صغيره، دي اول معلومه عايزك تعرفها عنها. تاني معلومه يا استاذ عايزك تعرفها عن النيوكليوس، ان النيوكليوس بتتكون من 2 سب اتوميك بارتيكل. ايه؟
النيوكليوس دي اللي انت شايفها دي بتتكون من نوعين من السب اتوميك بارتكل. بتتكون من بارتكل صغيره. سب اتوميك يعني دون الذريه، تحت الذريه. مش مشكله، المهم انها اسمها سب اتوميك بارتكلز. ايه بقى السب اتوميك بارتكلز دي؟ هنا اللي انت شايفه في النص ده، انت شايف فيه لونين، لون احمر ولون ازرق، صح؟ الاحمر لو انت عينك جايباها، مش عارف عينك جايباها ولا لا، معمول عليه بوزيتيف تشارج كده، انا مديله بوزيتيف، كاتب عليه زائد، صح؟ والازرق انا مش كاتب عليه حاجه خالص. ايوه شايف دول اللي موجودين جوه النيوكليوس، اللي هم السب اتوميك بارتكلز، ليهم اسامي. اللي لونه احمر ده يا استاذ، لونه احمر ده احنا بنسميه، واسمع كويس، بروتون. بروتون ده البوزيتيفلي تشارجد ده اسمه بروتون. جميل. طيب والازرق، الازرق ده هو نيوترال، ملوش شحنه بوزيتيف وملوش شحنه نيجاتيف، ما عندوش اي تشارج. حلو. اسمه ايه بقى يا استاذ؟ اسمه نيوترون. حلو قوي، جميل. يبقى انا عرفت الحمد لله كم معلومه كده عن النيوكليوس يا مستر، انت قلتها دلوقتي. انت عرفتنا ان النيوكليوس صغيره قوي لدرجه انها قد راس دبوس موجوده في نص ملعب كوره. ملعب الكوره ده هو الاتوم، وراس الدبوس ده هي النيوكليوس. طب ايه كمان؟ عرفت ان النيوكليوس بتتكون من 2 سب اتوميك بارتكلز، بتتكون من بارتكلز صغيره قوي، اصغر من الاتوم كمان. ايه بقى السب اتوميك بارتكلز اللي موجوده جوه النيوكليوس؟ حاجتين، واحده بوزيتيف واحده نيوترال. واحده بوزيتيف واحده نيوترال. مين البوزيتيف؟ اسمها بروتون. مين النيوترال اللي ملهاش اي شحنه؟ اسمها نيوترون. نيوترون. حلو. حلو. هديك معلومه دلوقتي وهرجع كمان شويه اقولها تاني. شايف يا استاذ النيوكليوس دي غالبا في الاغلب عدد البروتونز اللي فيها بتبقى تقريبا قد عدد النيوترونز اللي فيها. تقريبا قد عدد النيوترونز. يعني لو في اتوم عندها 7 بروتون، بيكون ليها 7 نيوترون. 8 نيوترون، يعني ازيد منها واحده اقل منها واحده، بس غالبا بيكون عددهم قد بعض. حلو. حلو. يلا تاني يلا. انت بتكلمني عن مين يا مستر؟ بكلمك عن الاستراكشر بتاعت الاتوم. والاتوم دي طبعا بتتكون من حاجتين، حاجه اسمها نيوكليوس موجوده في السنتر، وحاجه حواليها اسمها الكترون. لسه ما اتكلمناش على الالكترونز خالص. طيب النيوكليوس عرفت عنها ايه؟ عرفت عنها 3 معلومات. اول معلومه انها صغيره خالص، قد راس الدبوس اللي موجوده في نص ملعب الكوره. تاني حاجه انها بتتكون من 2 سب اتوميك بارتكلز. السب اتوميك بارتكلز دول اسمهم ايه؟ اسمهم بروتونز ونيوترونز. البروتونز بوزيتيف تشارج، والنيوترون نيوترون اللي وزن نيوترال كده، متعادل ملوش اي تشارج. حلو. تعال نقرا الكلمتين. يلا يا ولد، انت حفظتهم يا ولد. انت فهمت صح؟ وحفظتهم كمان والله العظيم. A nucleus occupies a tiny space in the atom. بتشغل حتة سبيس صغير قوي من الاتوم. And contains 2 types of particles. بتتكون من particles صغيرة قوي. اسمها ايه؟ protons and neutrons. The nucleus is very small compared to the size of atom. يعني حجمها صغير قوي بالنسبة لحجم الاتوم الكبيرة. If we imagine the atom as a size of baseball field، يعني لو تخيلنا ان الاتوم دي قد ملعب كوره، قد ملعب بيسبول، قد استاد كبير يعني، the nucleus would be the size of the pinhead، يعني راس دبوس، in the center of the field، موجوده في نص الملعب. راس دبوس موجوده في نص الملعب. يبقى احنا عرفنا هنا ايه؟ محتاج تحفظهم؟ والله ما محتاج اعرف حاجه. اول حاجه انا عرفت بس ان هي صغيره خالص. تاني حاجه هي بتتكون من 2 بارتكلز، حتى ما قالش التشارجز بتاعتهم. هنحفظهم دلوقتي بس في السلايد اللي بعد كده، بس انا عايزك تحفظها من دلوقتي. انها بتتكون من 2 سب اتوميك بارتكلز. اسمهم ايه؟ اسمهم بروتونز. بروتونز ومين؟ ونيوترونز. البروتونز مالها بوزيتيف، والنيوترونز مالها نيوترال. صح جميل. عرفنا خلاص كل اللي احنا عايزين نعرفه خلاص عن النيوكليوس. شكرا يا نيوكليوس، زي الفل. اخر بق شاي، تيجي ناخد الباقي ده كله مره واحده. هو بارد اصلا. يلا يا استاذ، الالكترونز بقى.
الالكترونز وشويه كلام كتير عن الالكترونز مهم جدا وركز معايا فيه قوي 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 قوي. الالكترونز يا صديقي هي حاجه صغيره قوي 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 قوي. ما كلهم صغيرين، يعني النيوكليوس صغيره، والالكترون صغير جدا. ايه ده؟ انا حاسس كده يا مستر، انا استنتجت استنتاج عايز اقوله لك بس مكسوف. لا قول يا صاحبي ما تتكسفش. عايز اقول لك تقريبا ان بما ان النيوكليوس ده صغير خالص والالكترونز اللي بتدور حواليها صغيره خالص، فالاتوم اغلبها سبيس فاضيه. والله العظيم الاتوم دي اغلبها معظمها فاضي، مفيش فيه حاجه موجود، بس في السنتر بتاع حاجه صغيره خالص كده اسمها نيوكليوس، وبيدور حواليها حاجات صغيره كده اسمها الكترونز، لكن هي اغلبها فاضي. اغلب اللي موجود في الاتوم سبيس، صح؟ مالها بقى يا استاذ؟ قال لك الالكترونز دي لما جه يوصف لك هنا قال لك فيري 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 سمول، صح؟ تعالى هنا بقى بيقول لك ايه؟ ار اكستريملي سمول. اكستريملي سمول، صغيره موت، عايز يشده في شعره وهو بيقول لك اكستريملي سمول. ماشي، صغيره خالص. بارتكلز مالها بقى يا استاذ؟ قال لك الالكترونز دي revolve around the nucleus. الالكترونز دي مش ثابته، الالكترونز دي بتدور بتلف 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 حوالين النيوكليوس. قال لك are extremely small particles that revolve around the nucleus at very high speed. بتلف حوالين النيوكليوس at very high speed، مش صغيره قوي، منطقي انها تبقى سريعه قوي، صغنطوطه كده خفيفه فسرعتها كبيره قوي. in certain energy level. تعالى بقى هنا كده 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 نقف شويه. هو الراجل قال كام كلمه انا فاهمهم يا مستر. اول حاجه انها extremely small، ماشي. انها بتريفولف around the nucleus، ماشي. وايه وريفولف in high speed، ماشي. لكن ايه كلمه energy level دي؟ تعالى بقى نفتح مخنا ونفهم معلومه كده وبعد كده نرجع على دول تاني. بس انا عايزك تصحصح معايا شويه يا صاحبي، حاسك نمت، والله حاسك نمت. احنا لسه في اول حصه، لسه ما عرفناش بعض، ما تزعلنيش منك. ماشي، تعال نشوف الكلمتين اللي انت عايز تقولهم يا مستر. دلوقتي احنا اتعلمنا يا مستر، استنى انا حافظ معاك، انا حفظت معاك. انت بتكرر كتير قوي، انا زهقت منك، بس انا حفظت. عرفت ان الاتوم عباره عن حاجه كده موجوده في النص، اسمها ايه؟ اسمها نيوكليوس. ايوه انا عرفت ده. والنيوكليوس دي بتتكون من 2 سب اتوميك بارتيكل، بتتكون من نوعين من السب اتوميك بارتيكل، نوع منهم بوزيتيف والتاني نيوترال، بوزيتيف والتاني نيوترال، بوزيتيف والتاني نيوترال. حلو قوي. بيدور حواليهم، بيلف حواليهم يا استاذ حد كده اسمه ايه؟ اسمه اسمه الكترون. جميل، صحصح معايا بالله عليك، بالله عليك عشان خاطري، نبطل هزار بقى خالص وصحصح معايا في الحته اللي جايه دي. عرفنا ان الالكترون، خلاص احنا عرفنا اسمه، خلاص مش هنكتبه. عرفنا ان الالكترون ده بيريفولف around nucleus in very high speed، ماشي. بصوا بقى اللي جايه دي. اول معلومه عايزك تعرفها عن الالكترون ان احنا زي ما قلنا ان اللي جوه ده بروتون بوزيتيف والنيوترال نيوترون، فاللي بيدور بره ده نيجاتيفلي تشارجد. يبقى الالكترون نيجاتيفلي تشارجد والبروتون بوزيتيفلي تشارجد والنيوترون نيوترالي تشارجد. تعال نكتبها هناك ولا نكتبها هنا اهو؟ نكتبها هنا، يلا. البروتون ماله يا صاحبي؟ تعال نتخن الخط شويه، يلا. بص هنا بص هنا اهو. البروتون ماله؟ بوزيتيف. طب الالكترون يا صاحبي، الالكترون يا ولا، الالكترون نيجاتيف. طب النيوترون ماله؟ بوزيتيف ونيجاتيف، او يعني ايه؟ نيوترال، اللي هو ايه؟
متعادل، لكن الالكترون نيجاتيف والبروتون بوزيتيف. ماشي يا مستر، فاهم ده، جميل قوي. دلوقتي بقى في كلمه كده تفه كده كانت موجوده في الكلام، انت جاي هنا اصلا عشان تعلق عليها، جاي اعلق على كلمه انرجي ليفل. ركز بقى معايا وصحصح معايا. تعالى نمسح كل ده ونتخيل بس ان الالكترون ده بس اللي بتكلم عنه، انسى الباقي كله. الالكترون ده يا صاحبي احنا اتعلمنا دلوقتي ان هو بيريفولف اراوند نيوكليوس ان فيري هاي سبيد. ماشي، بص بقى كده، بص كده صح معايا. الالكترون ده بيلف اللفه دي حوالين النيوكليوس، وفي الكترون اهو، الكترون اهو بيلف اللفه دي حوالين النيوكليوس. ده ماشي في الطريق ده وده ماشي في الطريق ده، والنبي ابوس ايدك صح معايا عشان خاطري. طيب اسالك سؤال واضح وبسيط، ده الكترون وده الكترون، الاتنين نيجاتيف والاتنين بيلفوا حوالين النيوكليوس، مين فيهم بياخد طريق اطول وهو بيلف؟ استنى يا مستر، ده بيمشي الطريق ده لكن ده بيمشي الطريق ده. واضح ان الالكترون ده يا استاذ بياخد طريق اطول بكتير. طيب لو انا وواحد صاحبي، احنا الاتنين، انا ماشي في التراك ده وهو ماشي في التراك ده، مين فينا محتاج انرجي اكتر عشان يقدر يلف حوالين النيوكليوس؟ احنا الاتنين بنلف حوالين النيوكليوس، بس انا واخد الطريق الصغنن ده وصاحبي واخد الطريق الطويل ده، مين محتاج انرجي اكتر؟ اللي محتاج انرجي اكتر هو اللي بياخد الطريق اللي بره الطويل ده، صح؟ يعني ده محتاج انرجي اكتر من ده علشان يلف حوالين النيوكليوس، صح؟ ركز بقى معايا. الالكترون ده لو حب يطلع يمشي في الطريق الطويل ده محتاج ايه عشان يقدر يلف المسافة الطويلة دي؟ محتاج انرجي اعلى، صح؟ طيب الالكترون ده محتاج ايه عشان يقدر يلف في الطريق الطويل قوي 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 اللي انا رسمته دلوقتي في طريق كمان اهو طويل قوي 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 قوي. الالكترون ده عايز يطلع يمشي فيه محتاج ايه كده عشان يمشي الطريق الطويل ده؟ محتاج انرجي اعلى، صح يا استاذ؟ يبقى انا كل ما هطلع من طريق لطريق ابعد هحتاج ليفل اعلى من الانرجي، هحتاج طاقة اعلى علشان اقدر الف المسافة الطويلة دي. علشان كده الباسز دي اللي موجود، باثز او تراكس، الطرق اللي موجودة حوالين النيوكليس، الطريق ده والطريق ده والطريق ده، دول احنا بنسميهم انرجي ليفلز. ليه اسمهم انرجي ليفلز؟ لان كل واحد فيهم محتاج كمية من الانرجي، من الطاقة الالكترون لازم يكتسبها علشان يقدر يمشي المسافة دي. تاني صح دي، شغل دي معايا. انا عندي هنا حاجه اسمها نيوكليوس، والنيوكليوس دي بتتكون بروتون ونيوترون، خلاص ماشي. في بقى حد بره اهو اسمه الكترون. الالكترون ده بيلف حوالين النيوكليوس في باث، في طريق، في تراك. دلوقتي في تراك اهو وتراك اهو وتراك اهو. كل ما بتبعد عن النيوكليوس كل ما التراك بيبقى اكبر، كل ما التراك بقى اكبر بالتالي احتاج انرجي اعلى علشان الالكترون يمشي فيه. بالتالي التراكس دي، الباسز دي، احنا بنسميها انرجي ليفلز. ليه؟ لان انا لو الكترون بمشي هنا عايز امشي في الطريق الابعد يبقى انا محتاج انرجي اعلى، ليفل اعلى من الانرجي. طب لو انا عايز امشي في الطريق اللي بره خالص ده يبقى انا محتاج ليفل اعلى من الانرجي، عايز انرجي اكتر علشان اقدر الف المسافه الطويله دي. فهمت يعني ايه كلمه انرجي ليفل؟ هي اسمها انرجي ليفل ليه؟ لان كل واحد فيهم عباره عن ليفل معين لازم من الانرجي، يعني ليفل من الانرجي لازم يبقى عند الالكترون عشان يقدر يلف في هذا الباث او هذا التراك.
تاني لاخر مره، انا لو الكترون ماشي هنا هاخد طاقه شويه صغيره، هحتاج طاقه شويه صغيره عشان الف اللفه دي. لكن لو انا هنا هحتاج طاقه اكبر، لو انا هنا هحتاج طاقه اكبر، صح؟ يبقى انا كل ما ببعد عن النيوكليوس بحتاج طاقه اكبر علشان اقدر الف حوالين النيوكليوس. بالتالي الباسز اللي موجوده حوالين النيوكليوس اللي بتمشي فيها الالكترونز اسمها انرجي ليفل. فهمت؟ فهمت يا ولد؟ عاش 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 بطل. يبقى احنا عرفنا كم معلومه كده عن الايه؟ عن الاتوم. الاتوم دي جميله قوي، بتتكون من نيوكليوس. نيوكليوس دي بتتكون من تو سب اتوميك بارتيكلز اسمهم بروتونز وايه والنيوترونز. البروتون مالها يا ولا بوزيتيف، والنيوترون مالها يا ولا مالها نيوترال متعادله. طيب واللي بره ده اسمه الكترون، والالكترون ده ماله ماينس نيجاتيفلي تشارجد، صح؟ يبقى البروتون بوزيتيف، الالكترون نيجاتيف، والنيوترون نيوترال، صح؟ طيب مالهم بقى يا استاذ؟ قال لك البروتون والنيوترون موجودين جوه النيوكليوس، قاعدين جوه مستخبيين جوه النيوكليوس. طب الالكترون ريفولف اراوند نيوكليوس ان هاي او ان فيري هاي سبيد، صح؟ بيلف جامد قوي، وكمان كمان اكستريملي سمول، صغير قوي، وبيلف حوالين النيوكليوس. فين؟ في باسز اسمها ايه؟ اسمها انرجي ليفلز. بيلف حوالين النيوكليوس في باسز اسمها انرجي ليفل. وانت فهمت ليه سميناها انرجي ليفل، رغم ان دي حاجه كبيره جدا على سنك، بس انا عايزك تفتح دي. فهمت؟ حفظت؟ يبقى الحصه طلعت مفيده، صح يا استاذ؟ لسه ما خلصناش. تروح فين في الفيديو ليه؟ لسه ما خلصناش. بس المهم عندي ان جوه الحصه تفهم وتحفظ يا صاحبي. يلا يا باشا، يلا يا باشا. خلاص عرفنا مين هي النيوكليوس، عرفنا مين هو الالكترونز والاتوم. تعال بقى يا عم الحاج نخش على الكلام فارغ، والله كلام فارغ، والله كلام فارغ. بيقول لك properties of atomic components subatomic particles. مين السب اتوميك بارتكلز ده؟ احنا اتكلمنا عنه، اتكلمنا عن البروتون، اتكلمنا عن النيوترونز، اتكلمنا عن مين؟ عن الالكترون. بره كمان يعتبر سب اتوميك بارتكل برضه. طيب مالهم يا استاذ؟ قال لك بروتونز نيوترونز and electrons are subatomic particles دون ذريه. The following table illustrates their properties. البروتون السيمبل بتاعه، بدل ما كنت هكتب كلمه بروتون بعد كده السيمبل بتاعه ما كنتش هكتب بروتون، هكتب بي سمول بالمناسبه. والنيوترون ما كنتش هكتب نيوترون بقى، خلاص ما كنتش نيوترون كلمه طويله قوي، هكتب ان. والكترون هكتب اي ماينس علشان اقول لك انها نيجاتيفلي تشارجد. البروتون ده الريلاتيف الكتريكال تشارج بوزيتيف 1. ما احنا عارفين البروتون بوزيتيف والالكترون نيجاتيف. طب والنيوترون نيوترال متعادل. الكتله بتاعتهم، الماس بتاعتهم، الماس بتاعت البروتون 1 يو، واليو هي يونت. 1 يونت هي يونت انا بستخدمها علشان اقيس الماس بتاعت الحاجات الصغيره قوي 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 قوي. يعني تفتكر الالكترون ده كام جرام؟ جرام ده كبير قوي، صح؟ فاحنا عايزين يونت صغيره قوي نقيس بيها الماس بتاعت الحاجات الصغيره. بالتالي فاحنا استخدمنا حاجه اسمها يو او يونت. 1 يو للبروتون، 1 يو للنيوترون، 1 اوفر 1000 836 مين بقى يا استاذ؟ ده الالكترون يو. يعني من الاخر، يعني انا عايزك تعرف ايه؟ عايزك تعرف ايه يا ولا؟ عايزك تعرف ان البروتون الماس بتاعه 1 يو، والنيوترون 1 يو، والالكترون صغير خالص، صغير خالص، ده رقم صغير قوي قوي قوي. 1 على 1836 رقم صغير جدا. مش احنا كنا بنقول باين البروتون صغير والنيوترون صغير والالكترون اكستريملي سمول، صغير قوي لدرجه ان الكتله بتاعته حاجه صغيره قوي ما بتتشافش. تعال بقى ركز معايا، صح معايا، عشان الجدول ده هنبص عليه بصه، بعد كده اسالك سؤال مهم جدا 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 جدا. ماشي، سمي الله بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا 3 سب اتوميك بارتيكل ولا اسمهم ايه؟ بروتون ونيوترون والكترون. برافو عليك. البروتون السيمبل بتاعه ايه؟ بي، والنيوترون ان، والالكترون اسمه ماينس.
ماشي. الريلاتيف تشارج البروتون بوزيتيف والالكترون نيجاتيف والنيوترون زيرو نيوترال. صح. طب والماس بتاعت البروتون 1، النيوترون 1، الالكترون 1 اوفر 1836. خد شاي بقى، اسالك سؤال في الجون شاي برد قذر. يلا يا صاحبي اسالك سؤال، بص هنا يلا واسالك سؤال. تفتكر يا صاحبي يا اخويا يا رجوله لما انا اجي اتكلم عن التشارج اوف اتوم، اما اجي اتكلم عن التشارج، مين في الثلاثه دول يتكتم يقعد ساكت، يتكتم يحط جزمه بقه يسكت ومين هيبقى له افكت؟ مين هنقدر نعمله نجلكتد يعني نرميه في الزباله نهمله، ومين مش هنهمله؟ اما احنا نيجي نتكلم على التشارج يا ولا التشارج الشحنه تشارج، مين يتكتم يحط جزمه بقه ومين يتكلم؟ ده له مهم يعني له افكت. ما نيجي نتكلم على التشارج نيوترون is neglected، النيوترون يحط جزمه في بقه. انا بتكلم على التشارج صح، انت ليك تشارج يا نيوترون؟ لا اتكتم خالص اسكت. طب البروتون، لا البروتون له تشارج والالكترون له تشارج، هحترمكم تعظيم سلام يا رجاله تعظيم سلام، لكن النيوترون ده زيرو صفر معفن نرميه في الزباله. طيب مين لو انا هتكلم عن الماس، هتكلم عن الماس يا ولا هتكلم عن التقل الكتله الماس، مين يتكلم ومين يحط جزمه في بقه؟ لما نيجي نتكلم عن الماس حط جزمه في بقك اهو ساكت كده. مين هيتكلم عن الماس؟ البروتون هيتكلم والنيوترون هيتكلم، لكن المعلم الصغير قوي ده، رقم صغير قوي ده يحط جزمه في بقه. كتلته صغيره قوي، ممكن نقول عليها صفر، ممكن نقول على الرقم ده صفر، رقم صغير قوي، ممكن نعتبره مالوش اصلا ماس. يبقى لما اجي اتكلم على التشارج النيوترون لانه نيوترال بيبقى نجلكتد مهمل. لما اجي اتكلم على الماس بتاعت الاتوم، اتكلم على الماس الكتله صح، لما اجي اتكلم على الماس الالكترون يحط جزمه بقه ويسكت. ليه؟ لان الماس بتاعته very 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 small extremely small. صح؟ عرفنا يعني ايه سب اتوميك بارتيكلز؟ عرفنا هم مين والسيمبلز بتاعتهم ايه، البروتون بي والنيوترون ان والالكترون اي ماينس. البروتون ده في التشارج بوزيتيف 1 والالكترون نيجاتيف 1، لكن النيوترون نيوترال متعادي بيحط جزمه بقه لما نيجي نتكلم على التشارجز صح. طب الماس لا ده البروتون 1 يو والنيوترون 1 يو، لكن الالكترون ده حاجه نجلكتد، حاجه رقم صغير قوي كده هنعمله نجلكت. صح يا صاحبي. Properties of atomic component أو subatomic particle. The relative electrical charge of atomic component. قال لك ال B positively charged particle، positive يعني النيوترون بيبقى neutrally charged positive وماينس مع بعض، والإلكترون يا أستاذ negatively charged particle. آخر معلومة هناخدها النهاردة يا أستاذ، وسيادتك اللي هتقولها لي مش أنا اللي هقولها. انا من شويه اديتك معلومه تقريبا كده، قلت لك تقريبا في النيوكليوس البوزيتيف اللي هو البروتون بيبقى تقريبا قد البوزيتيف والنيجاتيف تقريبا. لكن بص اللي دي بقى، في الاتوم بشكل عام البوزيتيف اللي هي البروتونز قد بالظبط الالكترونز اللي بره. يعني لو في اتوم عندها 5 بروتون
تعرف لوحدك ايه؟ ان عندها 5 الكترون. لو في اتوم عندها 8 بروتون يبقى عندها 8 الكترون. طب لو في اتوم عندها 10 الكترون يبقى عندها 10 بروتون. عدد البروتونز بيساوي دايما عدد الالكترونز، بيساويها دايما مش تقريبا زي ما كنت لا 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 دايما بالظبط. اللي تقريبا دي هي البروتون والنيوترون، لكن البروتون والالكترون مفيش فيها هزار. البروتون دايما بيبقى قد عدد الالكترون دايما. لو في اتوم عندها 3 بروتون يبقى عندها من بره اللي بيدور حواليها 3 الكترون ريفولف اراوند نيوكليوس. صح يا استاذ؟ فانا اسالك سؤال بقى جميل قوي 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 قوي. لما دلوقتي يا استاذ اجي اسالك ايه هي التشارج بتاعت الاتوم؟ دي اتوم اهي، التشارج بتاعتها بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ التشارج بتاعتها بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ ما تضايقنيش عشان ما اجيش اعضك. ها تعال اقول لك، مش احنا من شويه ولا قلنا لما هنيجي نتكلم على التشارج النيوترون ده يحط جزمه في بقه؟ حصل يا مستر، انت قلت كده فعلا. ماشي، يبقى لما اتكلم على التشارج انسى ان في حاجه اسمها نيوترون اصلا. ماشي خلاص، هنسى النيوترون يا مستر. تمام. طيب مش انا بتكلم على التشارج؟ مش عدد البروتون البوزيتيف بتساوي عدد الالكترونز النيجاتيف؟ البوزيتيف قد النيجاتيف، الاتنين قد بعض، يبقى كل الاتوم بتبقى نيوترال متعادله. ليه؟ لان البوزيتيف بروتونز بتساوي النيجاتيف الكترونز. طب والنيوترون يا مستر؟ يا عمي لما هنيجي نتكلم على التشارج مش هنتكلم عنها. بروتون charge is equal to the electron charge in the magnitude but opposite in the type. give reason ليه nucleus of atom is positively charged. وليه اللي احنا قلنا من شويه، ليه الاتوم كلها نيوترال؟ يلا عندنا اتنين give reason the nucleus of the atom is positively charged. واحده كمان the atom is neutrally charged. يلا يا استاذ، يلا يا بيه، يلا يا كتكوت، جاوب على الاثنين جيف ريزون دول. انت ما بتحبش الجيف ريزون صح؟ ده انا اطلع عينك. يلا قول لي اللي تحت ده، ليه الاتوم نيوترالي تشارج؟ ليه الاتوم كلها نيوترال تشارج؟ ليه الاتوم كلها نيوترال تشارج؟ حاضر ثانيه واحده. ما دام بنتكلم على التشارج، يبقى النيوترون نحطها في اي نصيبه تاخدها، لكن هنتكلم على البوزيتيف والنيجاتيف، البروتون والالكترون. صح؟ ليه يا ترى الاتوم نيوترال تشارج؟ لان the number of protons equal the number of electron، عشان كده الاتوم كلها بتبقى نيوترال. صح؟ طب لو سألتك سؤال، ليه النيوكليوس مش الاتوم كلها، ليه النيوكليوس بوزيتيف؟ ثانية واحدة. النيوكليوس بوزيتيف لان عندها بروتونز بوزيتيف والنيوترونز نيوترال. البوزيتيف والنيوترال يدونا مع بعض ايه؟ بوزيتيف يا بابا، بوزيتيف ونيوترال يبقى مع بعض يعملوا لنا نيوكليوس بوزيتيف، لكن اللي بره الالكترون هي اللي نيجاتيف. صح؟ تاني عندنا اتنين جيف ريزون هتجاوبهم دلوقتي حالا عشان ما ازعلش منك. ليه الاتوم كلها نيوترال؟ الاتوم كلها نيوترال ليه؟ الاتوم كلها نيوترال ليه؟ عشان number of protons equal the number of electrons. عدد البروتونز البوزيتيف بيساوي عدد الالكترون النيجاتيف، عشان كده الاتوم كلها بتبقى نيوترال. طب ليه النيوكليوس بس بوزيتيف؟ النيوكليوس بس بوزيتيف لان هي جواها ايه؟ النيوكليوس دي جواها ايه؟ قول كده. نيوكليوس جواها بروتونز وجواها نيوترونز. النيوترونز متعادله، ما يفضلش غير ايه؟ غير البروتون البوزيتيف. في حاجه نيجاتيف؟ لا، يبقى هي بوزيتيف بس. ليه؟ لان البروتونز بوزيتيف والنيوترون اللي جواها متعادل. ده معناه يا استاذ ان كلها النيوكليوس كلها هتبقى بوزيتيف، لكن الاتوم كلها هتبقى متعادله لان عدد البوزيتيف بيساوي عدد النيجاتيف. وهو ده يا استاذ اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه.
mass of atomic component كان بيقول لك اهو the mass of subatomic particle is measured in atomic mass unit U، ده اللي كنت بكلمك عنه من شويه. proton mass equal neutron mass، ده اللي قلناه هناك. فاكر مش قلنا ان ده 1 يو باين وده 1 يو، يبقى البروتون والنيوترون في الماس زي بعض، صح؟ لكن طبعا الالكترون بيبقى نيجلكتد. ليه النيوترون نيجلكتد؟ لان احنا قلنا رقمه صغير قوي. The mass of electrons is very tiny compared to the mass of protons and neutron. So the electrons mass is usually neglected. ده الكلام اللي كنا بنقوله والله العظيم واحنا فاتحين الحته ده. قعدت اقول الكلام ده، قلنا في حاله التشارج مين نخبيه مين نداريه؟ التشارج نداري النيوترون. طب في حاله ان احنا بنتكلم على الماس مين ما نتكلمش عنه خالص؟ الالكترون، لانه صغير قوي very tiny compared to proton and neutron. اهو يا استاذ قال لك usually neglected in the calculation of the atomic mass. ساعة ما نيجي نتكلم على atomic mass، ما دام نتكلم على الماس يبقى خلاص يا استاذ ما نتكلمش خالص على مين؟ على الالكترون. قال لك the mass of atom is concentrated in the nucleus. ليه يا ترى؟ جوه النيوكليوس، بص كده، فاكر مش دي النيوكليوس ودي الالكترونز اللي بره، صح؟ عندنا هنا بروتون بوزيتيف ونيوترون متعادل، وعندنا بره الكترون نيجاتيف. في حاله ان احنا بنتكلم على الماس بنعمل نجلكت لمين؟ لسه قايلين دلوقتي بنعمل نجلكت مين صغير قوي 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 في الماس، لدرجه ان احنا بنرميه خالص، بنعمله نجلكت الالكترون. عشان كده لما اجي اقول لك الماس اوف اتوم كونسنتريت يعني متركزه فين؟ هتقول انها متركزه في النيوكليوس. ليه؟ لان النيوكليوس هي اللي عندها البروتون وهي اللي عندها النيوترون. ده 1 يو وده 1 يو، لكن ده صغنن قوي هنعمل له نيجلكت، صح؟ يبقى معظم الماس موجود فين؟ موجود في النيوكليوس. ليه؟ لان الالكترون اللي بره ده نيجلكتد، لكن اللي جوه النيوكليوس هو اللي له تقل، البروتون له تقل والنيوترون له تقل. لما نيجي نتكلم على الماس، صح؟ صعبة؟ والله العظيم ما صعبة، والله ما صعبة. المرة الجاية إن شاء الله هنكمل كلام عن حاجة اسمها The Symbol of Elements. وأنا مش عايز أزعل منكم، مش عايز أزعل منكم بجد. إحنا آخر حاجة خدناها دلوقتي بتاعة البوزيتيف والنيجاتيف والكلام ده ممكن تبقى شوية إيه يعني خضتك، بس محتاجه شويه مذاكره قد كده اهو، والمره الجايه هنعيدها تاني، بس عشان خاطري وحياتي عندك، وحياتي عندك، احنا لسه ما لناش خاطر عند بعض. بس يا عم لو انت الشويه اللي احنا قعدناهم دلوقتي دول يعني حسيت ان انا مقبول، حبيتني، انا عارف انت حبيتني، لو حسيت انك حبيتني عشان خاطري تيجي المره الجايه نذاكر الكلام ده قبل ما ندخل في الدرس اللي بعده. خلاص؟ انا عبد الرحمن الباز، ودي القناه بتاعتنا اللي احنا هننزل عليها شروحات للساينس. الشروحات بتاعت الساينس دي هتنزل على القناة بشكل مجاني لمدة شهر. بعد الشهر ده إن شاء الله هنستقبل حضراتكم على المنصة بتاعتنا علشان إن شاء الله بإذن الله نكمل مع بعض بقية السنة. أتمنى خلال الشهر ده، يعني شهر تجريبي، أنا أجربكم وأنتوا تجربوني. لو جيتوا المنصة تمام، ما جيتوش المنصة خلاص تمام زي الفل. انا بقى اجربكم ازاي؟ لا يا باشا انا اجربكم، انا مهم جدا بالنسبه لي انا اجربكم. يعني مش اي طالب هينفع ان هو يدخل معايا على المنصه ابدا، لان انا مش اي طالب هقدر ان استحمل دلعه. لو انت جاي تتدلع صدقني انت مالكش اي مكان معايا. لو انت جاي فعلا عايز تفهم وتحب الساينس وتحفظ وتذاكر وتحل وجاي تبذل مجهود، هشيلك فوق دماغي من فوق. اتفقنا؟ ان شاء الله باذنك يا رب، باذنك يا رب. مواعيد المحاضرات هتنزل، هنزلها لكم في الديسكريبشن بتاع الفيديو. هقابلكم مرتين في الاسبوع، كل مره هيكون فيها حصه. ده الحصه بتاعت النهارده. حصه النهارده يعني كانت بدايتها لذيذه واخرها كانت محتاجه تركيز شويه، فلو انت الحاجات دي ما فهمتهاش ممكن تعيد الجزء الاخير ده تاني وتتفرج عليه، او تستنى لحد الحصه الجايه ان شاء الله. وانا هعيد الكلام ده لو انت ما فهمتوش. لو ما فهمتوش تبقى دماغك ده عايزه الحرق يعني، بس يعني لو ما فهمتوش هنعيده المره الجايه ان شاء الله. اشوفكم على خير يا ابطالي، والسلام عليكم.